فاكر كام مرة حطيت لنفسك أهداف وقلت إنك هتحققها ومحققتهاش؟ لو سيبناك تعد كام مرة الفيديو هيخلص وإنت لسه ما خلصتش. ببساطة ده بيحصل لأنك مش بتبقى متحمس تعمل الحاجة دي. جايز الحماس بيسيطر عليك في الأول بس، لكن بمجرد ما تبدأ في الحاجة دي الحماس اللي عندك بيختفي تدريجيا، وساعتها مش هيبقى عندك سبب واضح يخليك تكمل. في فرجة خلونا نقولك على 10 خطوات مبنيين على أساس علمي علشان تشجع نفسك تكمل أي حاجة أنت بتعملها لحد الآخر. واحدة من المشاكل الرئيسية هي إننا مش مدركين الصراع اللي بين العقل والمشاعر. أفكارك ومشاعرك دايما في خناق مستمر، وفي الغالب مشاعرك هي اللي هتكسب وهتسيطر على أفعالك. ببساطة عمرك ما هتقدر تحمس نفسك وانت متضايق أو زعلان. عقلك مش هيقدر يعمل لك أي حاجة وهو في خناقة مع المشاعر السلبية اللي جواك. بالتالي فالخطوة رقم 1 هي إنك تتخلص من المشاعر السلبية كلها الأول وتملى نفسك بفرح وطاقة إيجابية. ساعتها بس هتقدر تشجع نفسك بسهولة. دايما خلي هدفك واضح قدامك، فكر نفسك بيه كل شوية واعمل خطة مسار تتبعها علشان توصل ليه. ناس كتير بيتعبوا وبيبذلوا مجهود في سبيل الوصول لهدف مش واضح قدامهم او مش شايفينه كويس، وده بيكون نتيجته انهم بيزهقوا بسرعة وبيسيبوا اللي بيعملوه. لو هدفك واضح قدامك هتبقى قادر تحمس نفسك كل شوية علشان توصل له. مين قال ان العمل لازم يبقى متعب وشاق؟ لا، ده ممكن يبقى ممتع ومسلي كمان. تحويل العمل اللي هيوصلك لهدفك لحاجة مسلية تبقى مستمتع وانت بتعملها ده في حد ذاته تحفيز، هيخليك مش عايز تبطل تشتغل لحد ما توصل للي انت عايزه. ساعات لما بتبقى مكسل تبدأ في الحاجة دي من الأساس بيكون قرار كويس إنك بس تعمل أول خطوة فيها من غير ما تفكر. بعدها بتحس بانتماء للحاجة دي وإن بقى واجب عليك تخلصها، وكل لما تتقدم خطوة هيتواجد عندك حافز إنك تكمل للآخر بس علشان مجهودك اللي فات ده ما يروحش هدر. للأسف عقلك ذكي جدا وهيحاول إنه يوهمك بحجج وأعذار علشان توقف وترتاح. خليك على دراية بده كويس وافهم إنها مجرد محايلات منه علشان ما يكملش حتى مع وجود الحافز والحاجة اللي تشجعك. الحل ساعتها بيكون إنك تاخد فترات راحة قصيرة علشان عقلك يفصل ويتخلص من أي ضغوطات، وبعدين ترجع تكمل تاني بكل عزيمة ونشاط. لما تحس انك بدأت تفقد الحماس بتاعك شوية بشوية احكي لحد من اصحابك او قرايبك عن اللي انت بتعمله واحكي له عن اللي انجزته منه لحد دلوقتي. مشاركة الحاجة دي مع شخص ما هيساعدك تحس بالفخر بالانجاز ويخليك ترجع تتحمس تاني، ناهيك عن انه اساسا ممكن يساعدك في ده ويشجعك من تلقاء نفسه. الجزاء والعقاب سلاحين قويين جدا وفعالين لأقصى حد، تقدر تستخدمهم في أي وقت تحس فيه إنك محتاج لحاجة تزود حماسك وعزيمتك إنك تخلص اللي وراك. كافئ نفسك مثلا بهدية لما تخلص جزء معين كنت مخطط له، أو عاقب نفسك بشكل ما لما تكسل وتتقاعس عن حاجة معينة. أسلوب محاسبة النفس ده واحد من أنجح الأساليب في إنجاز الأعمال. واحدة من أحسن الطرق المثبتة علميا علشان تحمس نفسك هي إنك تغمض عينك للحظات وتتخيل نفسك بعد ما أنجزت الحاجة دي. تخيل بوضوح الفخر اللي انت فيه وتأمل كل ذرة فرحة مسيطرة عليك. دلوقتي فتح عينك خلاص وقول لنفسك إن كل ده ملهوش غير طريقة واحدة بس لتحقيقه، ألا وهي إنك تبدأ تشتغل دلوقتي حالا. ده كفيل إنه يحمسك تكمل اللي وراك لحد ما تخلصه كله كمان. آخر حاجة، دور على قصص لناس حققوا الهدف بتاعك ده بالفعل، اسمعها كويس وخد منها خطوات ونصائح تساعدك في رسم خريطة الوصول لهدفك ده. مش بس كده، خد منها كمان جرعة كبيرة من الأمل والحماس لما تتخيل نفسك بتحققه انت كمان. جربوا النصائح دي وقولوا لنا في الكومنتس نفعوا ولا لا. كمان شاركونا الهدف بتاعكم اللي هتستخدموا النصائح دي علشان تحققوه. كده ما يبقاش فاضل غير 5 حاجات: لايك وشير شير شير وشير. نشوفكم الفيديو الجاي.